يعتبر الشعير بمثابة العمود الفقري لقطاع تربية الأغنام وتسمينها في عالمنا العربي، فهو ليس مجرد حبوب لسد الجوع، بل هو السر الكامن وراء صحة القطيع وسرعة نموه، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج في اللحم والصوف. دعونا نتعرف على قيمته الغذائية وفوائده المباشرة للأغنام. لماذا تعشق الأغنام الشعير وتحقق عليه أفضل النتائج؟ السر يكمن في تركيبته المثالية. لكل 100 غرام فهو يحتوي على 12% من البروتين الخام الضروري للبناء، ونسبة عالية جدا من الطاقة المركزة تكمن في النشا بنسبة تتراوح بين 65 و 70%، مما يمنح الحيوان طاقة فورية عالية. هذا بالإضافة إلى الألياف والمعادن الأساسية والفوسفور والمغنيسيوم التي تدعم حيوية القطيع. أما عن فوائد الشعير المباشر للأغنام فيمكن تلخيصها في النقاط التالية. أولا، الاستساغة العالية. تفضل الأغنام طعم الشعير بشكل كبير مقارنة بالحبوب الأخرى، مما يضمن استهلاك الحيوان لكميات كافية بانتظام دون عزوف. دعم النمو والتسمين السريع. بفضل النسبة العالية للنشا، يعتبر الشعير الخيار الأول لرفع نسبة الشحم وزيادة الكتلة العضلية ومضاعفة الوزن اليومي في مرحلة التسمين النهائي للوصول إلى لحم عالي الجودة. ثالثا، دعم صحة الجهاز الهضمي والكرش. عندما يقدم الشعير بشكل صحيح فإنه يدعم العمليات الحيوية داخل الكرش دون إرهاق الحيوان بعملية الهضم. ولا يتوقف الأمر عند الشعير الجاف، فقد أحدث الشعير المستنبت ثورة في حظائر الأغنام. خلال 7 أيام فقط من الاستنبات ترتفع نسبة الرطوبة إلى نحو 80%، وتتضاعف الفيتامينات والأنزيمات الحية. هذا العلف الأخضر الطازج يساهم بشكل مباشر في تحسين خصوبة النعاج، رفع معدلات إدرار الحليب، وتعويض النقص الحاد في المراعي خلال مواسم الجفاف. ولضمان جني هذه الفوائد دون مخاطر، تذكر هذه القواعد الذهبية. أولا، قدم الشعير مجروشا أو مهشما بشكل خشن، وليس مطحونا بالكامل كالبودرة، لتسهيل الهضم ومنع الغازات والتخمة. ثانيا، التدرج في الكميات عند إدخاله للقطيع لتفادي الحموضة المعدية. ثالثا، احرص دائما على وجود الألياف الخشنة مثل التبن بجانب وجبات الشعير المركزة لضمان سلامة واستقرار حركة الكرش. وهكذا فالشعير هو الاستثمار الأفضل والمستدام لكل مربي يسعى لرفع كفاءة قطيعه وزيادة أرباحه. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى مشاركته لتعم الفائدة على كل مهتم بتربية الماشية. دمتم في أمان الله ورعايته.